تخيل تكون تحت المياه، كل ثانية بتحسها أبدية، القلب بدق بقوة والنفس بيتقطع، كل شي حواليك هادئ، بس بدماغك الأصوات أعلى مما بتتخيل. القصة رح تصدمك، وهذا اللي حصل مع نايا ريفيرا ممثلة هوليوود ويلي حبوها الناس بزيادة بعد مسلسلها جلي. القصة بدأت ب8 تموز 2020، الجو صيفي والشمس ساطعة بمكان بولاية كاليفورنيا أطلقوا عليه لقب المكان الملعون بسبب الحوادث اللي بتحصل هنيك. نايا كانت عم تلعب مع ابنها بالموي، الجو كان مثالي والماء صافي وكأنه كل شيء بيدعي للطمأنينة والبسط، لكن ما بدأ كلعبة بسيطة في الماء تحول إلى كابوس. أثناء السباحة سحبها التيار بعيدا عن الشاطئ، حاولت العودة لكنها لم تستطيع المقاومة. بهذا الفيديو رح نعيش لحظة النهاية اللي عاشتها نايا، لحظة لما تسحبك المياه وما تحسن تقاوم. تابع الفيديو للنهاية لأنه القصة رح تصدمك. معكم محمود ويلا نبلش. في البداية دخل جسمها في حالة الخوف، قلبها بدأ يدق بقوة، الأنفاس أصبحت متقطعة والدماغ عم يحكي لها ابقي على قيد الحياة. كانت عم تحاول تطفو فوق المياه بس في شي عم يسحبها لتحت. بسبب حالة الخوف بلشت تخبط إيديها فوق المياه بلا توقف، بس الماء ما كان لطيف وكل ثانية كانت ثقل. بعدها دخلت في حالة ابتلاع الماء بدأ يملأ جهاز التنفس، تنفس صعب والألم قوي لا يمكن وصفه. كل محاولة للسباحة أو العياط كانت بلا جدوى والمقاومة أصبحت مستحيلة. وبعدها بدأت حالة الهايبوكسيا، نقص الأكسجين الحاد، الألوان بدأت تتلاشى، الأصوات اختفت والدماغ بدأ يفقد التحكم على الجسم، وكأنه كل شيء من حولها عم يمشي ببطء حتى اللحظة النهائية. وبعدها بتجي حالة فقدان الوعي، لحظة قبل النهاية. جسمها لم يستطيع المقاومة واستسلم، والعقل انسحب إلى صمت هادئ، اختفى كل إحساس بالألم والخوف. يعني يلي منفهمه إنه موت نايا ما كان به السهولة، هي فاتت بخطوات مختلفة، ويلي هي الخوف، دخول الماء، ألم واختناق شديد ونقص الأكسجين، إحساس بالانفصال عن الجسم والإغماء، وهي اللحظة قبل النهاية. تخيلوا معي ابنها عاش كل هاللحظات معه وشاف كل شيء. قبل ما تنزل تسبح شافها كانت عم تبتسم لإله، وبعدها اختفت تحت الماء. عمليات البحث أخذت معهم 5 أيام قبل ما يلاقوها، وهذا الشيء سبب صدمة لكل من كان يتابعها. إذا عجبك الفيديو لا تنسى اللايك والمتابعة، تكتب لي عن شو حابب نحكي بالفيديو القادم. كان معكم محمود وسلام.